تعرف انك ممكن تستثمر فلوسك بأمان في البورصة وعمرك ما تخسر فلوسك في الحالة دي؟ انك تستثمر فلوسك في شركة عايزة تزود رأس مالها، فتقرر تعمل طرح عام لأسهمها في البورصة، يعني تبيع حصص من الشركة للمستثمرين سواء أفراد عاديين أو مؤسسات، وبكده أي حد عنده فلوس يقدر يشتري حصة في الشركة ويكون شريك فيها. طب ازاي اكتتب في طرح عام؟ بتقدم طلب الاكتتاب وتختار الكمية اللي عايز تشتريها على حسب ميزانيتك، وبعد كده الشركة بتحدد توزيع السهم، وده بناء على عدد الطلبات اللي اتقدمت لها من خلال البنك الاستثماري المسؤول عن الطرح او الموقع الالكتروني للشركه. فمثلا لو الشركه طرحت حصص بقيمه مليون جنيه وجالها طلبات اكتتاب ب 2 مليون، انا موقفي ايه؟ لو انت مقدم طلب شراء 100 سهم في الطرح العام هتاخد 50 سهم. طب ازاي استفيد من الطرح العام للشركات؟ بعد ما الشركه بتخلص الطرح العام ويتداول السهم في البورصه، لو السهم ارتفع انا كمستثمر هكون كسبت طبعا من فرق الشراء والبيع، او ممكن افضل مكمل مع الشركه لما تكسب فيما بعد تحقيق الارباح. طب لو سعر السهم نزل، يجي هنا دور صندوق حماية المستثمر، وده بيكون هدفه حمايتك من فشل الاكتتاب. أنا هبسطها لك. لو اشتريت سهم وأول ما بدأ يتداول على شاشة البورصة سعره نزل، أنا كمستثمر من حقي أرجع أبيع أسهمي للشركة اللي عملت الاكتتاب مرة تانية، وده عن طريق الصندوق خلال فترة معينة، بشرط إن أنا ما كنش عملت أي حركات بيع على السهم قبل كده ولا اشتريت من حد. يعني فلوسك مضمونة في الحالتين ومش خسران حاجة. طب والشركة هتستفيد إيه من الطرح العام؟ أول حاجة تجمع فلوس جديدة من المستثمرين لما تحتاج تمويل إضافي علشان تنفذ مشاريع جديدة أو تتوسع في أنشطتها. تاني حاجة، الشركة لما بتكون مقيدة في البورصة ده بيديها مصداقية أعلى لأن عليها رقابة شديدة من هيئة الرقابة المالية. آخر حاجة بقى، الطرح العام بيعمل ماركتنج كبير قوي وبيخليها تتعرف في السوق. فكرت قبل كده تكتتب في طرح عام لشركة من الشركات؟